السلام عليكم يا جماعة الخير. والله حبيت عبر هذه المداخلة باش نتوجه بهذا الكلام على شكل رسالة اللي نوجهه لرئيس المجلس الدستوري طيب بالعيز، حتى لا يخفى على الجميع. رئيس المجلس الدستوري الحالي المنصب مؤخرا من طرف الرئيس بالجمهورية هو يعني ما تنخلعوش يا الجزائريين، هذا من جماعة الدوار على كل حال. انتم دايرين في الدماغ نتاعكم باللي ملف الرئيس راح يرفضوا، يعني راح يطبق القانون. والله العظيم أصبحنا أغبياء إلى هذه الدرجة. يعني اليوم شفنا الوقفة يعني احتجاجية نتاع المحامين والنقابة نتاعهم، وتوجهوا رئيس المجلس الدستوري كأنهم يضعونه يعني أمام الأمر الواقع. هو اليوم بوتفليقة معروف، يعني هو اليوم راه مسيطر على دولي بالسلطة بأوامر فرنسية. نحن محتلين من طرف هذه الجماعة، أقسم بالله العلي العظيم وأقسم بالله العلي العظيم كل المؤسسات هي محتلة. فنعتبر هذه الجماعة اللي نصبهم الرئيس هم قوة احتلال، هم يمارسون السطو على مؤسسة نتاعنا نتاع الدولة الجزائرية. بوتفليقة كما قلنا هو من أصل مغربي، وجاب تقريبا كل المسؤولين ونصبهم على هذه المؤسسات حتى يتمكن من كل السلطات. يعني ما تنتظروش باللي هذا بالعيز راح يطبق القانون بحذافيره، وغادي تشوفوا يعني الكلام نتاعي لا هو صحيح ولا لا. ونحن على مقربة من طرح القائمة الكلية، وتشوفوا يعني شكون اللي يقبلوه في المجلس الدستوري شكون اللي ما يقبلوش. فإذا هذا بالعيز يعني للتاريخ كنت احتكيت يعني مسبقا، عندها مدة طويلة على كل حال. أقرب المقربين ليه بالعيز شخصيا هو لا يحمل شهادة البكالوريا، هو الدراسة اللي دارها هو كان كاباسيتار وعمره ما تحصل شهادة البكالوريا. ونتحداه وراي الرسالة مجهلة كيفاه اليوم يعني واحد اللي ما عندوش الباك يروح يترأس مجلس كيما هذا، يعني مجلس تاع سيادة هي أعلى هيئة في الدولة. زيد على ذلك هو لما كان يعني قاضي في وهران قدموا له ملفات تاع فساد، عمرها ما درس ملفات تاع فساد. وحتى فيه قضاة اللي عطاوه ملفات تاع فساد ولقاو رواحهم في تمرست. فإذا ماذا تنتظرون من هذا الشخص؟ هو لم يعين هكذا، لأن كل المسؤولين اللي يعينهم الرئيس كانوا تحت أجهزة التنصت تاع الرئيس عبر يعني المخازنية نتاعو في السيستم ماروكان. بوتفليقة أسس نظام مخزن جزائري، خلق نظام خاص به يسموه النظام الموازي في كل الأجهزة. لما تسمع أنت يقول لك جاتنا تعليمات، يعني حتى في أبسط القضايا لا تحتاج إلى تسرع في أخذ القرارات، جاتنا تعليمات. نفس الشيء يعني ورا المرشح رشيد نكاد يقولها جات تعليمات، جاتنا تعليمات. فإذا حركة القضاة حركة المحامين اليوم هي بينت عندما ينتفض رجال القانون فاعلموا أن هناك شيء ما خطير وقع في البلد، أسرعوا لإنقاذ البلد لأن انهيار الدولة قريب. هذا الانهيار هو بوتفليقة أنا وبعد الطوفان. فإذا انتظرنا كثيرا حتى يرجع الرئيس إلى مهامه وهو مريض لا يستطيع، فملفه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة حتى يقود البلد، فملفه مرفوض حسب القانون. ولكن ملفه سيمر وسيعلن عنه يعني بالعيز بكل جرأة
ولا أظن أنه يكون راجل كما نقولوا احنا، ولا بالقبيلية يكون بدرجاز. فإذا هذا بالعيز ما تقارعوش يعني منه يدير حاجة تاع رجولة يعني. كل المسؤولين اللي يعينهم الرئيس هما يعني كما قلت وأعيد وأكرر تحت التنصت يعني. الرئيس لا يعين هكذا، هو يبعث له لجنة خفية تاع النظام الموازي، ويبقاو يطرحوا عليها أسئلة، والمانيتوفون يسجل، حتى الكاميرا تسجل بطريقة خفية. هو بوتفليقة لا يتحرك هكذا يعني اعتباطيا، يعني هو تأتيه ملفات حول الأشخاص عندما يكونوا في القائمة تاع التعيين، ولا يكونوا مرشحين للتعيين في مناصب تاع الدولة. فإذا بوتفليقة هو يعني مارس الخبث في الدولة في تعيين المسؤولين، وفي تعيين أقرب المقربين به. وأنا أوجه يعني إنذار للشعب نتاعنا حتى يكون موحد، وكما يقولوا يعني مشاريع مكسرة. لازم هاد الجماعة هذه اللي راهي اليوم تسير ليها تحتلنا على كل حال، هما عندهم علاقة مباشرة بالمخزن المغربي، ما فيهاش شك، لأنهم ليسوا بجزائريين. وهناك أيضا من المسؤولين اللي يعينهم الرئيس هم تونسيون، وزوروا الوثائق نتاعهم وأصبحوا جزائريين في كل أجهزة تاع الدولة. فإذا عندنا المراركة وعندنا التوانسة، هذو زوروا الوثائق نتاعهم، وهما اللي راهم يسيروا اليوم في دواليب السلطة في كل الأجهزة المدنية والعسكرية. فلا تنتظروا شيئا من هذا النظام البوتفليقي، فهو ماض في تعنته، هو ماض في عدم الاستجابة لمطالب الشعب، ونحن السيادة، وهو يبقى خائن على كل حال. لماذا هذا الإصرار على تمرير ملف الرئيس وهو مريض؟ فإذا هناك أشياء خطيرة حدثت وقام بها بوتفليقة ولو تكشف اليوم لا تدخل في خانة الخيانة العظمى. فمزيد من الضغط، مزيد من الإصرار حتى نقتلع هؤلاء من جذورهم على كل حال. وما بقي الكثير يعني، ما بقاش بزاف، ما بقاش. راكم تشوفوا اليوم يعني فيه استقالات، وفيه يعني خروج من الأحزاب، وفيه يعني هذا يبشر بالخير على أن هناك أحرار حتى في أجهزة الدولة. اليوم اللي كانوا البارح مع بوتفليقة اليوم نقلبوا عليه، لأنهم مشوا مع الحق. ونتمنى إن شاء الله تلحق قوافل في كل أجهزة على كل حال، حتى لا أضر جهاز من الأجهزة. الأجهزة الحساسة يجب أن تفكر جيدا أن يعني أن يقفوا مع هذا الشعب، يعني هذا الشعب الفريد من نوعه في العالم على كل حال. وهذا الكلام اللي حبيت نوصله، بلي ما تنتظروش من المجلس الدستوري، وبالأخص من الرئيس نفسه. شوفوا اليوم يعني كيف يهين الجزائريين، يعني يجي يعني نقابة القضاة يجي الممثل نتاعهم ما يستقبلوش. غاني مهدي المرشح للرئاسة ما خرج ما يسلم عليه هذا رئيس المجلس الدستوري، قالوا له الملف نتاعك غير مقبول. يعني باش تشوفوا الاستهزاء هذا. هادو أجانب، هادو عملاء فرنسا يعني. فرنسا استعمرتنا بهؤلاء، فهم يعتبرون احتلال ثاني لبلدنا، وعلينا أن نحرر بلدنا من قبضة هؤلاء يعني. وفيه حتى يعني من بني جلدتنا هم يمشون معهم في الخطة، على وهم حركة، نحن نعتبرهم حركة وخونة مثلهم مثل الآخرين يعني. فإذا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يجيب الخير إن شاء الله.